ازاي اكتب حوار حلو للرواية بتاعتي؟ عزيزي الكاتب، في حاجات كتيرة جدا ممكن نتكلم عنها، بس انا المرة دي هتكلم على حوالي 6 أو 7 حاجات. فأولا لازم يكون الحوار هدف، يعني بقدم فيه معلومة، ببين فيه علاقة، بحط فيه فكرة أيا كانت هي. بس خد بالك، حوارك ما فيهوش هدف حوارك ملوش لازمة. ونقدر ان احنا نحط هدف ولو من ابسط حاجة لدرجة صباح الخير صباح النور، ودي حاجة هبينها لك بالتفاصيل في النصيحة 18 للكتابة. ولكن هديك مثال دلوقتي سريع، يعني مثلا زي دلوقتي قابل جارته على السلم، فبيقول لها صباح الخير يا منقار البط. سهير بترد عليه بتقول له ايه؟ كنت متفائلة بكونه مليء بالخير حتى رأيت وجهك يد العيون الأربعة. فضح هنا ان الاتنين مش طايقين بعض، فكده انا بينت العلاقة بتاعتهم. طيب، بالنسبة بقى لتاني حاجة، فهو لازم يكون مختصر. من الآخر كده حاول دايما تركز على مقالة ودل. بلاش انفو دامبنج أرجوك، بلاش سكب معلومات. المعلومات بتكون على حسب الموقف وعلى حسب الحاجة اللي أنا بقدمها. يعني دلوقتي مثلا نيلي بتحب الكلاب، حلو، اكتشفت ان مازن ما بيحبهاش، فهي طبيعي سألته ليه. فهو حكى لها عن حادثة حصلت له قبل كده، كلب جرى وراه وعضه، فاضطر ان هو ياخد 21 حقنة، ومن ساعتها هو ما بيطقش سيرة الكلاب. فخلاص انتهينا. مش محتاجة تحكي لي بقى منذ ولدته أمه وكل كلب عدى من جنبه كان علاقته بيه ايه، وكلب الجيران لما كان بيهوهو وعمل ايه انا مش محتاجة كل ده. هي سألته سؤال وهو رد عليه، انتهينا. طيب، انا برضو مش مهتمة ان بجد الفعالة بتاعت 21 حقنة عاملة ازاي. يعني خلاص، مش معنى ان انت قريت 10 كتب ان انت هتحط ال10 كتب في الرواية بتاعتك. لو انت اديتني معلومة محددة حسب الموقف لان انا مهتم اعرفه، اكيد القارئ هيركز فيه. قعدت بقى تحكي وترغي وتجيب ال10 كتب كلهم، عشان مش معقول بقى انا قريتهم مش هحطهم. القارئ اصلا مش هيقرا الكلام اللي انت بتكتبه، بالنسبة له هيكون ممل. فحاول تتفادى حاجة شبه دي. طيب، 3، اكتب بأسلوب شخصيتك. دلوقتي كل واحد فينا فيه صفات معينة بتميزه، صح؟ حسب الصفات اللي فيك دي، يعني انت مثلا ممكن فلان توصفه بكلمتين 3، فعلى حسب الموقف الحاجات دي بتبان. فهو مثلا لو حصل موقف معين وهو شخص عصبي، طبيعي ان ردة فعله هتكون عصبية. طيب، كل واحد فينا ردة الفعل دي بتخليه مميز عن التاني. حاول تستخدمها، اكتب أسلوب شخصيتك مش أسلوبك انت. ودي حاجة أنا شرحتها بالتفصيل في نصيحة 27 و26 للكتاب. 4، الوضوح. يعني في حاجات بتبقى محتمل فيها ان هي تتفهم بطريقتي، فمثلا احمد قال انا مندهش. طيب، هنا ممكن تبان دهشه، والحقيقه ان هي كمان ممكن تبان كسخريه. طيب، انا هعرف ازاي؟ انا معرفش، صح؟ يعني في حاجه شبه كده مش باين، يبقى وضحها في الحوار بتاعك لو هي مش باينه. فمثلا انا عايزه ابين الدهشه، فهقول رفع احمد حاجبيه في دهشه. ماذا؟ انا قلت في دهشه هنا، صح؟ فباينه ان هي دهشه. طيب، انا بقى عايزاها سخريه، فهقول ايه؟ قال احمد: سرقوا المال